بقى لك ان تتخيل عزيزي المشاهد الجميل، انا جايب لك ايه النهارده كده؟ انا جايب لك النهارده نسخه. تقول لي ايه ده؟ ايه الجديد يعني؟ ايه الجديد؟ اقول لك بقى بص، قبل ما نقول الجديد كده في البدايه كده، انا عايزك تصلي على النبي وتقول الذكرين دول: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. تقول لي هو انت استشكت ولا ايه؟ اقول لك لا والله العظيم، بس هو يعني عادي، دي مالهاش علاقه يعني عادي. سبحان الله يعني يا جدع، احنا كلنا مسلمين، في ايه؟ لازم نفتكر ربنا في اول فيديوهاتنا يعني اصلا حرفيا انا جايب لك نسخه نجاسه النهارده، مش عارف ازاي، بس هي نسخه نجاسه. المهم يعني تشترك في القناه وتفعل زر الجرس واللايك الجميل، اهم حاجه اللايك الجميل، وتخش لي في الكومنتات كده، عايزك تشقلب لي شويه في الكومنتات، يعني عايز شويه شقلبه كده في الكومنتات. ويلا بينا نشوف النسخه بتاعتنا دي بتاعت مين وبتقول ايه. طيب يا باشا، النسخه بتاعتنا اهي، يعني انت تفرقها من الخلفيه، يعني مش لاقي. ايوه، ماشي لك الخلفيه مع الايقونه، ما تعرفش الدنيا ماشيه ازاي. المهم يعني النسخه بتاعتنا بتاعت واحد اسمه زيزو باشا بقى، مش عارف هو اسمه زيزو ايه، بس هو اسمه زيزو يعني عشان نبقى على نور، مش زيزو بتاع الزمالك، هو زيزو كده وخلاص، يعني زيزو. ولا حد واخد باله مني. انا ايه. نضغط على النسخه، بتفتح معانا بالواجهه اللي استغفر الله العظيم يا رب دي. بص، كل اللي عليك بقى ان انت تقول الاذكار دي قبل ما تفتح اي شات. ليه بقى؟ لان انت ساعه ما تفتح الشات يعني حرفيا هتتشل. بص يا باشا، شوف دي نجاسه بقى، قنبله نجاسه، يعني حاجه كده بتبقى عريانه لما بتحلم باحلام غريبه كده يعني، فهي موجوده هنا في الشات. فانت لازما يعني انا على بلغت يعني، وعلى قلت لك شويه اذكار في الاول عشان انا عملت اللي عليا وببرأت نفسي من ذنبك يعني. بص يا باشا، تضغط على السهم الصغنون ده، بتلاقي تضغط على اي حاجه من دي. طب العلامه اللي عليها علامه تفاحه ومقطومه دي اللي هي ابل يعني، لو عايز ترمي على واحد معاه ايفون تمسكه تفشخه كده تفشخه. ولو هنا بقى اللي هي الاندرويد دي، لا لو حد معاه اندرويد تمسكه تفشخه برضه يعني كده اهو. وطبعا هنا التذكر ادينا عارفينه، وطبعا مش هدور لك في الفيديو ولا اي حاجه. واحب اقول لك ان النسخه بتاعتنا مش بباسورد ولا حاجه يعني، بس انت حرفيا مش هتعرف تثبتها ولا هتعرف تتنقل بالنيل على دماغك الا لما تسمع الفيديو عشان تعرف تحملها اصلا يا شيخ. نقوم جايين راجعين يا باشا كده، ونقوم جايين ضاغطين على ايه؟ على الثلاث نقط دول، ونضغط على زيزو باشا والبرايفسي. بيفتح معانا بالواجهه دي. عندك اول واحده دي تخش عليها، طبعا انجليزي مش هتلاقي فيها يعني، سيبك منها خالص يعني. انا حرفيا اول مره افتح النسخه زيك بالظبط عزيزي المشاهد الجميل يعني، فانت قدر الدخله بتاعتي دي وحط لايك للفيديو عشان ايه؟ انا على حذرتك. عندي اعدادات بلس، سيبها زي ما هي، مالهاش اي علاقه، اللي اخفاء الستوري ومالهاش في الرسائل وحاجات كده، انت سيبها زي ما هي، مالهاش دعوه، مالهاش علاقه انها تتعرب اصلا. وطبعا دي معروفه عليها بصمه اللي هي قفل النسخه بباسورد بقى، تقفل النسخه بباسورد عشان لو حصل حاجه كده ولا كده المزه ما تجيش احنا عارفين بقى. المهم يا باشا، نقوم جايين داخلين على زراير الفيروس. لك ان تتخيل عزيزي المشاهد كميه الرعشه اللي انا فيها دلوقتي يعني. نضغط على زراير الفيروس، تفتح معانا بالوقت يعني حاجه استغفر الله العظيم يا رب، كميه ايمان وتقوى في النسخه، انا مش عارف ايه الجمدان ده. انا بقى ايه؟ عدم قراءه كونكتات وعدم تهنيج كونكتات. الكونكتات دي اللي هي جهاز الاتصال يا جدعان، اللي على شكل فيروسات وحاجات كده يعني، مالناش دعوه بيه. جهاز اتصال متعدده، تراجع عن مش عارف ايه، تحصين اقفال وحاجات كده. المهم يا باشا، بص عندك هنا ايه اهم الميزات بقى؟ اهم الميزات فصل الشتات، انت تفصل الشتات عن الرومات اهي في قسم زراير الفيروس برضه. وهنا اخفاء شتات المرشفه، وهنا تمكين الصف في المحفوظات، وهنا اخلع سنانك والله العظيم لو ما عملتش لايك. طبعا مش موجوده، ده ابتكار مني كده. هنا اخفاء الاسم والتاريخ، وهنا انت كده بالارسال الستيك طبعا تفعلها عشان الاستاذه مايا خليفه موجوده معانا، اكيد موجوده معانا، قمه وقدوه للشباب المصري ومش المصري برضه، كله قشطه يعني. ما علينا. نقوم يا باشا، نقوم جايين رايحين تذكر ايفون، وهنا اخفاء قنبله الجي بي، مش عارف ايه، احنا داخلين حرب ولا ايه؟ هنا الروبلي المستمر ومش عارف، ما علينا. الروبلي المستمر انت سيب كل اللي متفعل سيبه متفعل، واللي مش متفعل ما تفعلوه. هنا بقى باشا تسريع النسخه، عايز تفعلها انت حر، وهنا فعلها عشان ترمي قطع النت اهي، قطع النت اهي. وهنا تعطيل اعاده تعيين الخصوصيه، وفعلها عشان تحرق اللي قدامك لما تعمل كول اهي. حرق بمكالمة اهي، بص حرق بمكالمة. وهنا اعكس شتات عشان تطير ارقام وحركات ودنيا يعني. وهنا حذف الاستيت تلقائيا بعد المشاهدة. وانت فعل اللي يعجبك بقى وما تفعلش اللي ما يعجبكش، انت حر عامل حاجة. اعدادات الميديا، طبعا اعداد الميديا بقى انت لو عايز ترفع يعني انت تفعل دول، لو فعلتهم كلهم كده الميديا بتتبعت بجوده اعلى. وطبعا هتشلوحك نت يعني، هتاخد منك يعني، انت لو شحن كارت ابو 5 جنيه ده، فانت تبعت بيه صورتين وتيجي تف في وش وتدعي عليا وتقول لي بقى انت الفيديو بتاعك اللي خد الرصيد ونخسره بعضينا بقى.
يا راجل. حط لايك يا عم. نرجع يا باشا كده ونقوم جايين داخلين على النسخ الاحتياطي والاستعاد. انا بحب الحته دي حب. انا مش عارف هي النسخه دي مجنسه ليه، اخضر فازرق فاحمر كده، مش عارف هو في ايه. هي كده نسخه كده نجاسه من اولها اصلا. نقوم جايين ضاغطين على دي اللي هي بتعمل نسخه احتياطيه. يعني بعد ما تعمل نسخه احتياطيه تقوم جاي مركب ملف السرعه اللي انا بقولها انزله بقالي 10 سنين ومش عارف، مش راضي انزله ليه، مش عارف والله. دي نجاسه مني او نجاسه من مش عارف، بس هي نجاسه يعني. وبعد كده بعد ما تركب ملف السرعه يعني تعمل استعاده وتبضن على خلق الله. اي حد يقابلك ابضن عليه، ابضن بقى، ما يعني ابضن. ارجع يا باشا كده هتلاقي تنظيف الملفات. عندك هنا تنظيف ملفات وعندك هنا برضه تنظيف ملفات. لا يعني النسخه تلمع، انا عايز النسخه تلمع. انهم جايين داخلين على بقى ايه، افتح جوجل. اكيد يعني النسخه كميه نجاسه، فاحنا لما نفتح جوجل هنلاقي كميه وساخه. ايه ده؟ طلع جوجل عادي يا جدعان، طلع جوجل عادي. ظلمنا الراجل، ظلمناك يا استاذ زيزو، ظلمناك والله. انهم جايين راجعين يا باشا رجوع كده، استغفر الله العظيم يا رب. تلاقي هنا بقى ايه حاجات كده اللي هو ما تعرفش ده ايه يعني، بس مش عارف. بس هو اهو افلام عاديه، الراجل محترم يعني، احنا ظالمينه. نرجع يا باشا هنا عندك الاضافات. عندك بقى ستايل الخطوط، وهنا بقى ستايل الانتري وستايل بودة الانتري وستايل الواجهه. انا وليكن بختار الشكل الثاني. هنا ستايل السطور برضه بختار الشكل الثاني. وهنا بقى شويه ستايلات كده مش لازم نشرح ونعيد ونزيد فيهم يعني، وبس كده يعني. بقى اتمنى يكون عجبك الفيديو، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، وطبعا طريقه التحميل اهي. ركزوا معايا عشان اي حد يخش في الكومنتات يقول لي الرابط مش شغال، دي مشكله عندك انت مش عندي انا هوريك برضو الرابط طريقه التحميل اهي. بص خش كده على اليوتيوب، تمام، فيديو في قناتي اهو كمان، تمام، قناتي اهي. بتضغط على كلمه المزيد، ده الشكل الجديد لليوتيوب. بتضغط على كلمه المزيد، او لو عندك الشكل القديم بتلاقي علامه سهم هنا، بتضغط على كلمه المزيد اهي. حلو. وتضغط المزيد تاني بتلاقي روابط اهي. الروابط بتاعت اليوتيوب هتلاقي يعني ده رابط اللي مكتوب عليه كلمه تيتو جيمنج، ده رابط، تمام اهي. دي روابط اهي، دي افجر كيبورد، كلمه افجر اي حاجه عليها احمر كده، دي روابط اهي. رابط تحميل النسخه هو بس الرابط الوحيد اللي هتلاقيه بالشكل الازرق اللي شكل كده اللي مش زي دول اهو. رابط تحميل النسخه اللي في الفيديو تضغط عليه. العمليه بسيطه، انا مش عارف والله احنا مصعبين على نفسنا ليه. اهو بيعد معاك. كل اللي عليك بتستنى لما يخلص عد، تمام. يعني مثلا طلع لك اعلانات زي دي كده في علامه اكسات صغيره اهي، بتضغط على الاكس الصغيره دي بتخفيه اهي. فالعمليه مش مستاهله، فانت بتستنى لحد ما يخلص عد معاك خالص، تمام. كده خلص عادي، بتقوم جاي طالع لفوق كده، تطلع لفوق، تفضل طالع لفوق، بتلاقي كلمه زي دي كده اهي. كل عليك بتضغط عليها، بتقوم جاي مطلعاك، تطلع برضو لفوق، بعد ما تضغط عليها بتلاقي كلمه زي دي كده اهي. بتدور بقى، ممكن يطلعك فوق او ينزلك، بتدور لحد ما تلاقي كلمه زي دي كده اهي. العمليه بسيطه. بيقوم جاي محولك على اعلان، ممكن ما يحولكش على اعلان، تقوم جاي ضغط اكس كده اهي، اكس اللي تحت مش اللي فوق، بيحولك على نفس الواجهه تاني. بتستنى برضو لما يخلص عد، وبتعمل نفس الخطوات اهو، بيعد اهو، تمام. بتقوم جاي ضغط على كلمه اهي كونفيرم دي، بتضغط عليها بتقوم جاي مطلعك لفوق اهي. بتضغط برضو على الكلمه دي، تقوم جاي محولك على صفحه الكابتشا. العمليه سهله وابسط من البساطه يعني. انا مش عارف احنا مصعبين على نفسنا ليه. اهو حولك على صفحه الكابتشا، بتضغط هنا اهو، بيديك علامه الصح اهي، بيديك علامه الصح دي. هو بيظهر معاك اعلانات وحوارات كده سيبك منها خالص، وبتضغط على كلمه نيكست دي، تمام. بتقوم جاي محولك هنا. بس العمليه بسيطه بقى. بتصلي على النبي الاول كده، وبعد كده بقى ايه، ساعه ما بيخلص عد بتقوم جاي ضغط متابعه، بيحولك على الرابط. في تريكايه هنا عايزك تركز فيها، متابعه، تمام. بص بقى ده يعني، شوف طلع لك ايه، سيبك من ده، تقوم جاي راجع مره لورا كده اهو، بتقوم جاي ضغط تنزيل. واللي يضغط تنزيل يعني تضغط تنزيل وتفضل مستنيها لحد ما تنزل، يعني ما تضغطش تنزيل وتطلع بقى من النص كده وبعد كده تروح على حته تانية، لا، تفضل مستني لحد ما تنزل، وتقوم جاي ضغط حفظ الملف.